السلام عليكم أعزائي عزيزاتي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نقول لكم فيه شلاب وخبيرات. إيطاليا الإخوان، إيطاليا كترحل في المهاجرين وماشي أي مهاجرين. إيطاليا كتعزل، إيطاليا كترحل في المهاجرين المصريين فقط. وغير مؤخرا شي 3 ايام كنت دار واحد اللايف كنهضروا فيه على الأوضاع والمشاكل اللي بين المغرب وإسبانيا وجبدنا المصريين. وانا نقول لكم بان المصريين راه دايرين عليهم الاوروبيين حمله كيرحلوا فيهم. اي مصري ما عندوش الاوراق وما عندوش الاقامه، ما عندوش غير قانوني كيرحلوه. والبارح ايطاليا البارح ايطاليا بدات في الهجره وبدات كدير اجراءات راديكاليه. اي مصري لقاوه ما عندوش الاوراق وما عندوش الفيزا وداك الشيء كيشدوه كيديروا ليه الزط مطفط الى القاهره. واول الضحايا كيف قلت لكم هما كاينين واحد المهم هما المصريين. المهاجرين الاخرين المغاربه وداك الشيء قلال فاش كيرحلوا. وما كاين فاش كيشدوا شي مصري ما كاين غير رجع لمصر رجع لمصر. وغير هاد الثلاث سنوات الاخيره ايطاليا رجعت لمصر 2623 شخص. والسبب في هذا الشيء هو الحد من الهجره الاقتصاديه. ومن سوء حظ هاد الحراقه المصريين ان الاتحاد الاوروبي ومصر سيناو اتفاقيه بموجبها وافقت القاهره على تشديد الرقابه على الحدود والتعاون في اداره الهجره، بما في ذلك تسهيل عمليات اعاده المهاجرين الى مصر مقابل 7 مليار اورو ونصف يمتد حتى 2027، بما فيها قروض واستثمارات اوروبيه كبيره. زائد ايطاليا مصنفه مصر كدوله امنه. الحراقه المصريين تا هما ما مقصرينش من الجهد ديالهم، فارشين راسهم وما كاين غير الاجرام والسرقه والسعايه. غير كيشدوهم السلطات دغيا كيطيروا بهم كيديروا لهم شد زمم وصيفط صيفط خونا لبلادو، صيفط خونا لمصر يمشي يتشمش. ولكن هاك الجديد، هاك الجديد اخويا. هذه واحد الجزائريه بغات تدخل المغرب على قبل باش تحرق تمشي لسبته. السلطات المغربيه قامت بطرد واحد الصحفيه الجزائريه من مطار طنجه، جات باش دير روبورتاجات مع عائلات الحراقه اللي مشاو لسبته. هاد الصحفيه خدامه في واحد الموقع فرنسي سميتو ميديا بار. هاد الموقع اللي كل مره كيدير روبورتاجات سلبيه على المغرب. ما علينا. دخلت للمغرب عبر رحله جويه من بعد ما كانت في اسبانيا. شافوها البوليس ودخلوها وحقوا معها على اسباب الزياره. شرحت لهم الامر وعطاوها الباسبور ديالها ورجعوها في اول رحله الى فرنسا. تم رفض دخولها الى المغرب. وبسلامه اختي، ديك البروباغندا سيري ديريها في بلادك. سمعتيني؟ سيري نعرفك مرة سيري ديريها في الجزائر. والله يا بابا كي تيشدوك يدخلوك للحبس تبقايش ترجعي لفرنسا. دوك راه دولة ما كتعرف لا حقوق ما كتعرف لا كرامة، ما كيعرفوا والو دوك الناس، يا ربي السلامة. وهادو الخوت قال لك حقاو الواد، هادو مغاربه وجاو من ولايه فاس. على حنا عندنا في المغرب شي ولايه، اه قال لك جاو من ولايه فاس المغربيه ومقيمين بطريقه غير شرعيه في الجزائر. الله الله، هادي راه تجيب واحد من مدغشقر يسمع يبدا يبكيها بالضحك. المهم هاد الناس هادو اللي كتشوفوهم في الصوره جابوهم في القنوات الجزائريه وداروا بهم بث موحد. جميع القنوات الجزائريه والصفحات حطوهم في دقه واحده. قال لك اسيدي حكاو الواد الفقر هو اللي جابني للجزائر. اويلي اويلي، هادي راه شمور اش مكا كيشم السيليسيون في زباله مديونه وما يقولهاش. والله ما يقول لك حكاو الجزائر جابني لا غير الفقر. اسمع نكمل لكم. قال لك والجزائر هي اللي وقفتنا على رجلينا احنا ووالدينا. الجزائر براسها وقفت على رجلها، وقفت راسها على رجلها. ما علينا. اخوان اللي تفرج في هذاك البث ديالهم او الفيديو ديالهم راه غتبان ليه واخا الدارجه المغربيه اللي حاولوا يهضروا بها واكله قتله ديال العصا وخاصها طبيب نفسي. ولكن غادي نديروا عين ميكا ونقول انني تيقت. ولكن شوف غير مع تبون. شوفوا غير مع تبون. لا حول ولا قوه الا بالله. تا هما باغيين شويه من داك الشيء اللي كنعطيو لاسبانيا هاد الايام. عرفتي شنو هو من داكشي؟ باغيين داك الاهتمام اللي مهتمين دابا حنا في اسبانيا. الجزائريين باغيين غير شويه
كيكا منه وما لاقينوش. ولكن من الاحسن المغاربه يعطيوهم النخال. راه لا قيمه لدوله باسم الجزائر في العالم، وخير دليل هما الجزائريين اللي كيخرجوا لاوروبا وامريكا اللاتينيه، امريكا الغربيه الشماليه، اوروبا الشرقيه، ما كيعطيوهمش قيمه. اغلبيه ديال الجزائريين تما فاش كيسولوا تيقولوا لي انت عربي، تيقول لي تيقول لي وراه يفرق زعما اش من بلاد، تقول لي انا مروكي مغربي. والله القسم الا كنعرف انا واحد جزائري سميتو انور عايش في الدنمارك، وحال واحد المطعم مسميه مطعم المغاربه، مطعم المغاربه، وكيدير اكلات او شهيوات مغربيه. حيت كون قال لهم مطعم الجزائريين شكون اللي غيجي عنده؟ ما غيحترموش بعدا. الجماعه او المقاطعه او اللي حاكمه ديك المدينه اللي فيها هو، ما غاديش يعطيوه رخصه باش يدير مطعم جزائري، ما غاديش يعطيوه ليه. ما علينا الاخوان هاد الجزائريين الا تعاطينا معاهم وتسابينا معاهم او وصلنا معاهم لشي مستوى هابط، فراه غير كنعاونوهم بشويه ديال الاشهار باش يتعرفوا شويه وتكون عندهم حتى هما الكلمه. هما راه منبودين، الله يصاوب ليهم وصافي.